السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعين العوض لكل ما هو مفيد، وحشتوني. متنسونيش في اللايك والتعليق الحلو والشير لحبايبكم، والناس اللي بيشوف قناتي لأول مرة اشتركوا يا جماعة. عندي كل ما هو مفيد لأني بجربه على نفسي قبل ما انزله. كنت نزلت موضوع الصوف وعلاج خشونة الركب بقالي أكتر من 4 سنين، ومكملة معاكم في الركبة الجاهزة من الصوف، البراندات اللي منزلاها بعض الشركات. انا مكمله معاكم، وكنت قلت لكم فيديو بحاول اعالج فيه موضوع ان احنا بنحس ان هي بتشوك الركبه الجاهزه بتشوك. البراند اللي انا جايباه اهو بالاستيك بتاعه. اكيد اللي اشترى يعني يعمل لي تعليق، تعمل لي تعليق وتكتب لي هل عالجت المشاكل بتاعتها معايا بالطرق اللي انا قلت عليها ولا لا. اهو ده البراند اهو فيه استيك. الاستيك ده كده بيتخلع. ده بعد ما بتلبسي الركبة بتربطي الاستيك عشان الركبة ما تتزحلقش. انا مكملة معاكم بحاول ان احنا نعالج المشاكل المتعلقة بالبراند الجاهز. فمكملة معاكم موضوع ان احنا بنحاول نتغلب على المشاكل اللي بتقابلنا واحنا لابسينها. توصلت ان هو لازم تكون يعني تكون الوضعية ثابتة، وضعية الرجليكي ثابتة عشان ما يحصلش حركة فالشعيرات بتاعة الصوف تشوك. فنعمل ايه؟ نستقطع وقت كأنه جلسة علاج طبيعي، كأنك رايحة مركز، فانت تستقطعي وقت. انا عن نفسي عملت نص ساعة ولبست الركبة وقعدت، كنت بقرأ بقى قرآن، بسبح، يعني قاعدة مفيش حركة كتير عشان ما يحصلش انه الشعيرات بتاعة الركبة او الصوف بتشوكني. والله على ما أقول شهيد يا جماعة، موضوع الصوف فعلا فعلا مسكن لآلام الركب والعضلات. فيعني رهيب سبحان الله، يعني ربنا يعني ينفعنا بما خلق سبحانه وتعالى. الصوف ودهن الخروف فعلا يا جماعة بيحصل تسكين فوري لآلام الركب. العوض لكل ما هو مفيد، اشتركوا، عندي كل ما هو مفيد ومجرباه على نفسي. سلام عليكم.